برج الحمل. حبايبي برج الحمل، هتكلم معاكم عن فترة عنوانها مسار إجباري. هذا المسار الإجباري على حسب خط سير حياتك. يعني كل شخص هيحط لنفسه مسار أو طريق إجباري. بعد أمور هتكتشفها، بعد ما عديت بمشاكل صعبة. فترة الطاقة بتاعة تحركات الكواكب والقمر تجعلك تكتشف أنك يجب أن تتخذ طريق إجباري أو مسار إجباري، وقرارات من الممكن أن تكون مفاجأة للجميع. هتكلم كده، لكن بحب أوجه الشكر للناس اللي استجابت، الناس اللي استجابت لدعواتنا بالاشتراك، الناس اللي بتنسى ده الشيء. أنا كنت يعني فاكر إن الناس بتطنش، أو فعلا في ناس بتطنش عشان نكون واضحين، لكن في ناس تانية بتنسى، والناس اللي بتنسى دي كتير جدا. وفعلا الناس دي اشتركت وبعتت لي، قالت لي ما كناش واخدين بالنا. طبعا على راسي طبعا، بس لازم اقول اللي جوايا، لاني يعني بشوف ناس كتير بالالاف وبيستمروا في المشاهده وبقالهم سنين وما بيعملوش اشتراك، فكملها بالاشتراك. اللي عايز قراءة خاصة، بعمل قراءة مكالمة مباشرة ساعة 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقة خلال السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا كل حظا كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس. ونبدأ في حلقتنا المميزة لحبايبي برج الحمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحمل، كل شيء خلال المرحلة هيتعمل. فهتكلم عن فترة من 26 لنهاية شهر سبتمبر 2023، ونقول من البداية ايه الحكاية. القمر في برج الدلو من البداية، وهو يمثل لك بيت رائع جدا، بيتك ال11 يوم 26 و27. بعدها ينتقل القمر إلى بيتك ال12، فترة حساسة، ويومين بالنسبة لك فيهم قرار صعب. القمر في الأخير ينتقل إلى بيتك الأول، وهنا تعبر المأزق وتكون أكثر المحظوظين. طيب، نقول كده خطوة خطوة، ولا ننسى أن الشمس متواجدة في بيت بالنسبة لنا أيضا حساس جدا، يمس العلاقات العاطفية وشركاء الحياة والمتزوجين. يعني أكثر المتأثرين خلال تلك المرحلة للشهر القادم كمان هم اللي فيه مشكلة في العلاقة العاطفية، لأن الضوء مسلط عليه نتيجة لتحرك الشمس. طيب، في البداية كده القمر في بيتك ال11 يوم 26 و27. خدوا بالكم برضو موقع المريخ بالنسبة لكم بيزيد المشاكل، ناخد بالنا من عصبية. القمر في برج الدلو زي ما قلنا في بيتك ال11. يحدث خلال الفترة من الفترات المحظوظ في العلاقات الجديدة أو الشراكات الجديدة. فهي فترة يحدث دعم كبير من شخصيات حولك. تجد أنك أفضل مع شخصيات ليست مقربة لك، يعني هتكتشف ده. أيضا يحدث قوة في إثبات ذاتك في مجتمعات جديدة، أو في أفكار، أو تعتنق أفكار جديدة وهتثبت أنها الصح الأفضل. طريق جديد في ستايلك وطريقك هنقول فكرك. هتصحى الصبح كده تبقى عايز تعمل حاجة جديدة ما اتعملتش قبل كده. تبدع في أساليب جديدة أيضا لكسب المال. الشراكات هتبدأ البعض منكم يبدأ يفكر في مشاريع جديدة. يعني فترة كده من الفترات اللي هيساعدك فيها تشجيع الآخرين. يعني ممكن يكون في ناس كده تشعر انها تعطيك طاقة ايجابية. ايضا هيكون عندك المشاعر الرومانسية طاغية خلال اليومين. عندك المشاعر الرومانسية طاغية لدرجة انك هتفتكر الرومانسية المنسية. تمام، وده هيعمل لك مشكلة في العلاقات العاطفية. لو انت متزوج او مرتبط، تشعر ان ممكن تزيد التوترات بينك وبين شريك الحياة، وهتزيد اكتر يوم 28 و 29. ليه؟ القمر في برج الحوت الذي يمثل لك بيتك ال12. فترة تقف على أرض الواقع، بتوقف نفسك على أرض الواقع، أرض ثابتة، وهتحاول إنك تنهي كل ما يعمل لديك لخبطة.
يعني الافكار، الشخصيات اللي عاملين لك لخبطه في حياتك، مش مخلينك تعيش بطريقه صحيحه. يعني هتلاقي نفسك كده قاعد بتفكر مع نفسك، إيه انا ايه اللي تعبني، وايه اللي مخليني بفكر، وايه اللي مخليني بيستنزف طاقتي. هتبدا تفند المواضيع كده وتبدا تطلع ايه الاسباب، وهتاخد قرارات مصيريه. يعني فتره بتفوق فيها من مهزله مثلا انت بتعيشها. خلال الفتره ايضا البعض منكم يشعر ب هنقول بعض الذكريات، شريط ذكريات كده هيمر قدامك، ويشعر بالندم على بعض القرارات. وانا بعتبرها طبعا القرارات الخاطئه اللي في حياتك، وانا بعتبرها صحوه ومن افضل المراحل اللي بتمر على اي حد. هي المراحل اللي فيها اعاده لشريط حياتك حتى تنتقي الصح من الخطا. في الاخير ونقول ننهي المرحله او ننهي الفتره اللي بتحدث عنها بانفراج رائع بانتقال القمر الى بيتك الاول، برج الحمل. هي فترة هتزيد فيها الحظوظ في كل قرار بتاخذه، ومش هيبقى فيه امور معاكسه. يعني ايه؟ يعني انت في فترات سابقه كتيره جدا كنت بتعبر او بتعمل اي حاجه واي قرار او بتتخذ اي قرار انت عايز تنفذه، مثلا تلاقي فيه عقبه. لا، اخر الشهر بامر الله اولا انتظروا خبر رائع، ده برضو بشرة خير، الى جانب ان الامور هتكون معاك مش معاكسه. يعني مفيش حاجه هتوقف هدف في دماغك، مفيش حاجه هتوقف انت عايز تعمل ايه. هتبقى ظاهر اكتر، هتبقى مقبول اجتماعيا اكتر، هتلاقي شخصيات بتحاول حتى تتعرف عليك. وجود القمر في برجك يزيد الحظوظ، يقع عليك الاختيار. يعني بيزيد الحظوظ في ان مثلا يقع عليك الاختيار لو انت مقدم على اي شيء، مقدم على حاجه، اي اختيار لك هتكون انت الاكثر نجاحا. اي تحرك منك لبدايات هتكون انت الاكثر حظا. كل شيء من هذا القبيل. فترة من الفترات الرائعة التي تطل عليك بإعادة تاني هنقول الهدوء، الاستقرار، لملمة الأمور، تظبيط حياتك. فترة مهمة جدا. مسار إجباري، ده عنوان الكثيرين، مسار إجباري لتعديل المشاكل، لتعديل الطريق، لتظبيط أمورك، تظبيط حياتك. فترة من الفترات اللي هتكون أنت الأكثر حظا وتعديل أمور كثيرة جدا في المسار. تعديل يعني حتى لو تعديل المسار هتبقى أكثر حظا لأنك بتعدل أمر سيء في حياتك. حاجة تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه واللي لسه داخله على القناه جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما بيظهر لك، دوست عليهم بقيت مشترك معانا في القناه. اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقه خلال السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا لك حظا. كل شيء اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس. يا رب كده حبايبي برج الحمل جميع الابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.